أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة والهنا على عيونكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير. النهاردة جايه لكم كده بروتين بدايته كده مختلفة عن اي روتين عملته معاكم، فيا رب كده تكون البداية كويسة والنهاية كده تعجبكم برضو بإذن الله. خليكم بس كده متابعيني علشان هندردش ونتكلم النهارده في الفيديو ده كتير بإذن الله كده. فحطي لايك لو لسه ما حطيتيش، واشتركي في القناة، واهم حاجة تفعيلي الجرس عشان يوصلك الاشعار بتاعي اول باول، لان كمان اللي ما بيوصلهاش اشعار ولا كده تلغي الاشتراك وترجع تشترك تاني من اول وجديد. هتلاقي الاشعار بقى وصلك على طول اول ما انزل فيديو او حاجة على المنتدى او كده، هتوصلك على طول بإذن الله. نبتدي بقى الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبتدي بقى كده روتيننا ونستعين كده على الشقة بالله ونقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، علشان ربنا يبعتلك ملايكة يساعدوكي ويخليكي تنجزي مهام بيتك وشغل بيتك بسرعة وفي اسرع وقت ممكن بإذن الله. زي ما شفتوا كده معايا في بداية الفيديو وفي بداية الروتين، اول حاجة ابتديت بيها جبت المصحف كده وقلت هقرأ كده يعني صفحة 2 على قد قدرتي، يعني هقرأ في المصحف. كلنا بقى كده الدنيا لهيانة وبنقوم على التنظيف على طول، ونقوم مش عارفة ايه، يعني بنصلي مثلا الفروض اللي علينا ونقول كده الحمد لله. لا، طب ما هو المصحف ده المفروض نقرأ فيه دايما، يعني على الأقل خالص لو صفحة واحدة في اليوم. يعني صفحة واحدة كده، مش هقولك لازم جزء يوميا، لا يعني بصي لو جزء يوميا اكيد في ناس بتقدر وبتقرأ جزء واتنين كمان في اليوم، وفي واحدة بيبقى عندها أطفال وتبقى تعبانة وتبقى مش عارفة مثلا إن هي تمسك حتى المصحف. أنا من الناس اللي عشان كنت أمسك المصحف من فترة عدت، يعني لازم كده يكون بناتي نايمين، لأن أنا كان عندي توتة صغيرة وكده بتقعد بقى تشد مني وتقعد بقى تبهدل وتقطع وتعمل، فالصراحة ما كنتش بعرف أمسك المصحف منها كده خالص. فالصراحة جيت بقى وقلت لا، مش هينفع بقى النظام ده كده خالص. قلت لو هبتدي كده الصبح على اول ما اقوم من النوم مثلا تكون هي مثلا لسه نايمة، او يعني بصوا اختار اي وقت في اليوم، بالليل مثلا، الصبح، بالنهار، اي وقت اكون انا عارفة ان هي مثلا هتسكت فيه او هتكون نايمة فيه، وهمسك المصحف كده وهقعد بقى اقرا كده، يعني على قد ما ربنا يقدرني. بس قلت يوميا يوميا همسك المصحف وهقرا فيه، على قد ما تقدري بقى اقرأي. وبرضو طبعا مش هننسى فروضنا، لازم فروضنا هنأديها يعني كده، علشان بإذن الله ربنا كده يعني يبارك في حياتنا ويبارك في بيتنا وفي أولادنا كده يا رب، اللهم أمين. وعودي برضو ولادك، يعني مثلا أنا عندي لنودة بحاول إن أنا أحفظها القرآن، يعني كانت بتروح الأول لشيخ، دلوقتي الصراحة بقت بتكسل، بس أنا عايزة أرجعها تاني وأخليها تروح بإذن الله. ودلوقتي انا يوميا برضو انا منزلها عندي على الموبايل بتاعي برنامج كده فيه المصحف، بحيث ان انا لما اكون قاعده مثلا على السرير او كده ومش عارفه مثلا اجيب المصحف، يكون معايا الموبايل بفتح كده اللي هو الابليكيشن ده، وبقعد اقرا منه او احفظ منه للنوده لو احنا بره مثلا في مواصلات او في حاجه، واقعد كده اقرا منه. فالبرنامج ده حلو جدا جدا، لو تقدري تنزليه على موبايلك نزليه، هيسهل عليكي بقى، مش هيبقى لازم بقى تمسكي مصحف مثلا وتطلعي بيه بره او الكلام ده كله. بس فانتي اعملي كده وباذن الله ربنا هيفتحها عليكي كده يا رب، وهيبارك لك في حياتك كده يا رب، اللهم امين. وزي ما بتعودي نفسك عودي ولادك. يعني انا كنت شايفه في فيديو عند ولاء، ولاء بقى انت خلاص انت حفظت ولاء مين اللي هي قناه مع ولاء، شفتها عملت حاجه كده عجبتني قوي الصراحه. كانت بتقول لابنها الاذكار الصبح وهو ماشي على الحضانه يعني وكده، بتحفظها له، وهو ما شاء الله ربنا يبارك لها فيه يا رب، سنه صغير بس متجاوب معاها ومتفاهم معاها وبيقول معاها وكده. فاحنا لو عودنا ولادنا وهم صغيرين على الطبع ده وعلى النظام ده، خلاص هم هيطلعوا كده.
مش هيستنوا بقى لما يكبروا وتقعدي بقى تزعقي لهم لا لازم تصلي، انت لازم تحفظ قرآن، انت لازم تقول الاذكار، انت لازم مش عارفه ايه. لا هو بصي، انت لو حفظت الطفل من هو صغير القرآن مثلا وخلاتيه حفظ بقى الاذكار الصباح واذكار المساء والاحاديث والحاجات دي كلها، دي هتغنيكي اصلا عن ان انت بقى تعلميه الحلال والحرام. كل الحاجات دي هتعلم الطفل وهو صغير كده اهو، الحاجه دي حلال والحاجه دي حرام، وهيبعد عن الحرام باذن الله كده يا رب. فشفتها الصراحة لما كانت بتعلم ابنها وكده، عجبتني جدا جدا. ابنها صغير وكانت بتعلمه الصلاة وتعلمه برضو الأذكار، هو ماشي الصبح على الحضانة. فربنا يبارك لها فيه ويبارك لكم كده في ولادكم كده يا رب، اللهم امين. نضفت كده معاكم بقى، نرجع بقى للروتين. نضفت كده معاكم الشقة، شفطتها كده بالمكنسة على السريع، ورحت بقى داخله كده على على المطبخ. قلت هعمل الفطار، ما كنتش لسه فطرت يعني. فجهزت كده معاكم فطار. كان عندي الكيك اللي كنت عاملاه معاكم يوم الجمعه ده، كان متبقي كده كام قطعه عندي، فبحفظهم في التلاجة او بره. يعني مثلا لو انت يوم او اتنين ممكن تحفظيه في بره التلاجة علشان احنا في الشتاء. انما طبعا لو في الصيف مثلا هتاخدي منها مثلا في نفس اليوم اللي انت عامله فيه، وترجعي بقى تاني يوم تحطها في التلاجة كده على طول في علبة التلاجة، يعني لو متبقية عندك. بس فانا طلعت منها كده قطعتين، وعملت كده كوبايه نسكافيه برضو. قعدت كده اشرب النسكافيه وقعدت كده العب في الموبايل شويه. الصراحه كده لما بقوم الصبح بقعد مثلا اشوف التعليقات بتاعتكم، حتى لو ما ردتش مثلا، ما بعرفش مثلا ارد في الوقت ده، اللي هو بكون عايزه انجز كده وافطر علشان اقوم اخلص اللي ورايا على طول على طول. فشفت بقى تعليقات عجبتني قوي الصراحه، ربنا يبارك لي فيكم يا رب وما يتحرم من كلامكم الحلو ده ابدا. وحبايب قلبي اللي داخلين لي جديد، انا والله العظيم فرحانه بكلامكم الحلو. في متابعه داخلالي بتقولي انا ازاي ما شفتش قناتك من زمان، باين اسمها امل. فبتقولي انا ازاي ما شفتش قناتك من زمان، انت قناتك حلوه قوي. وصراحه ربنا يبارك لها، بتقول انا شيرت اللينك بتاعها في جروبات ومش عارفه ايه وكده. فبصي بجد والله انت فرحتيني جدا جدا. ولما بشوف بقى كلامكم الحلو ده، عارفين انا بقوم كده يعني اتنطط واقول لا انا لازم كده اعمل روتين مع حبايبي واصور كده معاهم علشان ابقى متواجده معاهم كده دايما. نفسي ابقى موجوده معاكم كده على طول، ونفسي تحبوني. وحبايب قلبي اللي غايبين عني بقالهم فتره، عايزاكم بقى تدخلوا. انتوا رحتوا فين طيب؟ انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. انا خلاص انا معتبراكم انتوا اهلي وعيلتي وناسي وحبايبي واخواتي وكل حاجه. فربنا ما يغيبكم عني ابدا كده يا رب، ولا يغيبني عنكم، وابقى موجوده معاكم كده على طول باذن الله. كان عندي بقى حبه مواعين كده كنت غسلاهم، فرصتهم كده في مكانهم. وكان عندي برضو كده كمان الضرفه بتاعت علب التلاجة دي، مسكتها برضو كده ظبطتها. قلت علشان يعني اللي هي بيبقى فيها بلاستيكات، علب التلاجة، الاطباق البلاستيك، الحاجات دي مسكتها كده ظبطتها على طول علشان تبقى نظيفه معايا ومرتبه. وبحط العلب كده من جوه بعض علشان ما تاخدش مكان ولا حيز كبير في الضرفه. مسكت بقى كده كمان البرتقان. كان عندي برتقان كده، كان هما باقيين 4 فكانوا في طبق كبير. لا انا بحب مثلا يعني قلوا شويه، مثلا كان عندي كنت جايبه 2 كيلو ولقيتهم قلوا شويه، اروح نقليهم في طبق اقل لحد بقى ما يقلوا خالص خالص، واروح حطاهم في طبق صغير خالص كده زي ما انتم ما شايفين. وخلاص بقى السوق يعني قرب كده اهو، فهنزل بقى اجيب طلباتي من السوق ولا حاجه، وهيبقى هنملى بقى بيتنا بالخير باذن الله كده يا رب. دول بقى المواعين كده بتاعت الفطار. زي ما شفت انا كنت فطرانه معاكم بالكيك، وبرضو كنت مفطره البنات، وكنت برضو حاطه لهم كده، كانوا جايبين برضو كده شيبسي، فكنت حاطه لهم كده في الاطباق. كنت عامله لهم برضو ينسون. فالحاجات دي كلها كده عملت معايا اهي كذا حاجه في الحوض. فهمسكهم بقى اغسلهم كده على طول على طول، بحيث بقى ان لما يجي عليا حاجه الغدا يعني وكده، ما الاقيش الحوض بتاعي ده عباره عن هرم مواعين. دي حاجه بتضايق كل الستات لما تدخل تلاقي الحوض بتاعها مليان مواعين كتيره، فبتقول لا انا والله ما هغسل مواعين، انا والله مش عارفه ايه. فانتي لا، حاولي ان انتي تروقي مطبخك كده دايما وتنضفي حوضك كده على طول. النهارده الغدا عدس، يعني النهارده يوم العدس، مش بنعمل روتين المحشي، احنا النهارده هنعمل روتين العدس. بس فجبت كده العدس اهو، وهمسكه كده اغسله. انا من الناس اللي بحب اغسل لو العدس الحاجات اللي هي البقوليات دي، اللي هو العدس والفول واسمه ايه والترمس والحاجات دي، بحب ان انا اغسلهم كذا مره، مش بحب اغسلهم كده مره واحده وخلاص. فغسلتهم بقى كده اهو، الحبه دول هم دول على قدنا، وبيتبقى والله مننا كمان. وحطيت برضو كده كمان معاها البصل وطماطم والجزر. ممكن تحطي بقى فصين توم، مش ممكن ده اكيد ان انت تحطي فصين توم، بس انا ما كانش عندي توم فصوص فما حطيتش يعني. عندي توم اللي هو متفرز يعني وكده، فما حطيتش الصراحه اللي هو الفصوص ده.
جيت بقى كده كمان معاكم اهو على النار، هحط كده العدس بتاعي يستوي، وبعلي عليه النار في الاول يقلب قلبه، وبعدين بقى بهدي عليه النار خالص. والغطا بتاع الحله نفسه مش برسيه على الحله، لان طبعا العدس بيفور يعني بكده، وهيبهدل لي كده البوتاجاز بتاعي. كان عندي بقى حبه غسيل، قلت همسكهم اطبقهم. نسيت اقول لكم ان انا نظفت اصلا الشقه ومظبطه الشقه من اول ما قمت. هو انا عملت معاكم تشفيط الارض بالمكنسه كده وخلاص، علشان يعني لو فيها اي فرافيت اي حاجه تنضف. والنهارده برضو ما مسحتش الشقه، قلت لا مش همسحها مادام هي انا شايفاها نظيفه يعني وكده، كنت عاملاها من قبلها بيوم. فهي الحمد لله كانت الشقه عندي نظيفه وزي الفل، فمش محتاجه بقى ان انا مش محتاجه ان اشفط، يعني انا شفطت بالمكنسه، مش محتاجه بقى ان انا المع بقى وكده. بس فكانوا حبه الغسيل دول كان بتوعي انا واحمد بس، فهمسكهم كده اطبقهم سريع سريع علشان احطهم مكانهم. انا من الناس اللي لو تجمع عندي غسلتين على بعض بكسل عنهم، وادخل بقى كده هو اول ما اشوف الغسيل اللي هو الف وش واطلع تاني على طول. ما طقش ان انا اقعد في المكان بقى، مبقاش حابه ان انا يبقى عندي غسيل كده اهو. فاللي هو بقى يعني ما بطقش بقى كمان يعني بيكون كتير قوي قوي، الصراحه مش بحب اطبقه. فلما يكونوا حبه قليلين كده، فاللي هو في السريع كده في الانجاز اروح مطبقاهم كده على طول واخلص منهم. فهظبطهم وهحطهم كده في الدولاب. شايفين انا بحط كل حاجه في قلب بعضها، يعني البنطلون بحطه كده في قلب البيجامه، والبنطلون برضو بتاع الدفايه بحطه في قلب الدفايه. بظبط كده الحاجه تبقى من جوه بعضها، بحيث ان انا لما اجي اخرجهم يخرجوا الاتنين مع بعض، مش هطلع ده واقعد اقلب تاني واشقلب ادور على البنطلون راح فين والحاجات راحت فين. بس فهظبطهم كده واحطهم في الدولاب. وانتي بقى بتحطي الحاجه في الدولاب، ممكن مثلا تيجي تحطيها تلاقي حاجه مبهدله عندك، هتحطي عليها؟ لا طبعا، احنا ستات شاطره صح ولا ايه؟ واحنا بنحط الحاجه ما دام لقينا في حاجه مبهدله عندنا في الدولاب، فنقوم مظبطينها كده على طول، ونحط حاجتنا كده على نظام وعلى نظافه. فانتوا اعملي كده دايما برضو. دخلت بقى كده معاكم دلوقتي على المطبخ، نشوف بقى العدس بتاعنا. هو كان كده خلاص استوى، فهمسكه بقى هضربه دلوقتي معاكم في الخلاط. لو عندك بقى هاند بلندر يعني يا محلاه في الوقت ده الصراحه. بس انا مش عندي الصراحه، نفسي اجيب واحد قوي قوي، فربنا يكرم كده باذن الله وهبقى اجيب واحد. بس فضربته كده في الخلاط، ونزلت بقى كده بيه اهو على الحله تاني. احط له كده سنه صغيره من الكمون، وبحط برضو سنه صغيره من الفلفل الاسود، بس ماما قالت لي ما تحطيش فلفل اسود تاني، هو كفايه الكمون بس. وحطيت برضو كده كمان الملح بتاعي، بظبط كده ملحي، انت عارفه يعني الكميه اللي انت عاملاها قد ايه، فبتحطي كده البهارات والتوابل بتاعتك على قدها. قلبتهم بقى كده مع بعض، ويلا بينا نعمل ايه، نعمل الطشه بتاعته. اللي هي التومه. طيب انت مثلا لو مش عايزه تعمليه اللي هو شوربه عدس كده اهو، وعايزه تعمليه بالرز او بشعريه او كده، الخطوه اللي انا عملتها الاولانيه دي بعد ما ضربته في الخلاط، هروح جايبه كده حبه رز اغسلهم واروح حطاهم لحد ما يستووا، وبعد ما يستووا اعمل الطشه دي برضو، او الشعريه نفس نظام الرز. بس انا عندي احمد والبنات برضو بيحبوا ياكلوه كده من غير رز ولا حاجه، فبعمله لهم كده شوربه عدس عاديه خالص نشربها بقى بالمعلقه. إيه تعمليها مثلا تسقيه كده اهو بالعيش اللي هو المحمص ده، بتكون تحفه برضو. هنا اهو شايفين بقى. شهقة كده اهو. لازم تشتهقي للتومة علشان تسكر كده الاكل بتاعك، سواء بقى ملوخية، بتعملي عدس، بتعملي اي اكلة فيها شهقة للتوم، فلازم تشهقي لها على طول كده. دي عادة الصراحة فيا، لازم بعملها كده على طول. بس فقلبته بقى كده اهو، وهو بعد ما بيبرد شوية بتلاقيه تقل معاكي. ده بقى شكل العدس بتاعي. تعالوا بقى تفضلوا معانا بألف هنا وشفا، لقمة هنية تكفي 100، وأكلة شتوية ومدفية جدا جدا جدا. العدس والكشك والمحشي والحاجات الأكلات الحلوة بتاعتنا بتاعت الشتا دي حلوة جدا جدا. أنا بحاول بقدر المستطاع إن أنا أخلي دلوقتي العدس يوم معايا جوه الأسبوع، لازم كده العدس يبقى موجود في يوم يعني في الأسبوع. فانت اعملي ده علشان حتى كمان تعودي ولادك عليه، لان في ولاد لما بيكبروا لا احنا مش عايزين ناكل عدس، ايه العدس ده؟ فلا انت لو عودتيهم عليه كده من صغرهم خلاص هم يتعودوا على كل حاجه معاكي باذن الله. نفسي ان انا بناتي ياكلوا كل حاجه انا اعملها، ما يقعدوش يقولوا لي لا احنا مش بناكل ده، اعملي لنا بداله كذا. فانا نفسي يعني ان بناتي ياكلوا كده كل حاجه، ربنا يهديهم كده يا رب ويخليهم لي كده يا رب، اللهم امين. دخلت بقى كده دلوقتي معاكم بعد الغدا، قلت هعمل فنجان شاي او كوبايه شاي كده صغيره تظبط كده دماغي، علشان احنا دلوقتي داخلين على معمعه، هتشوفوا المعمعه اللي احنا هنعملها دلوقتي مع بعض. فلازم كده كان فنجان قهوه
هو انا قلت لكم شاي ولا قهوه في الاول؟ المهم يعني هو قهوه. لازم نعمل كده القهوه علشان تظبط الطاسه وتظبط الدماغ قبل بقى ما نعمل اللي احنا هنعمله دلوقتي ده يعني مع بعض. خليكم بس متابعين كده وتعرفوا انا هعمل ايه. فعملت كده القهوه اهي وكنت هكتفي بيها. افتكرت قلت استني يا بت، انت عندك شوكولاته، حط كده قطعه واحده من الشوكولاته وكليها كده مع القهوه في يعني بتاعتك. لو لسه بقى ما حطيتيش اللايك، حطي لي اللايك كده وشجعيني وحمسيني ان انا اعمل لك فيديوهات دايما باذن الله. حطيت كده الشوكولاته اللي انا كنت جايباها دي قبل كده اللي هي الكيت كات، قطعه واحده بس كده منها هتغنيني وتكفيني وتبقى حلوه جدا باذن الله. بس طلعت بقى كده معاكم وعرفتوا المعمعه اللي انا هاخدها دلوقتي يعني. انا هذاكر دلوقتي مع لنوده. كانت بقى عندها درس يعني في اليوم ده، هي بتاخد 4 ايام في الاسبوع، بس الصراحه يعني والشهاده لله انا الدرس اللي هي بتروح فيه مش عاجبني. يعني بنتي بقى لها شهر ونص اهي بتروح ومش عارفه تقرا خالص. بحاول بقدر المستطاع ان انا اخليها تقرا وكده، بيدوها الحاجه بيكتبوها لها وتيجي دي كده اوام مش عارفه حاجه. وفي حاجات الصراحه لقيتهم بيدوها لها اكبر من سنها، فاللي هو بنتي مش مستوعباها اصلا وهم اصلا ما بيشرحوا لهاش. يعني اللي بشوفه يعني ان هم بيكتبوها لها وهي تروح البيت، طب انا اللي هشرح لها يعني. فاللي هو بقى الصراحه مش عاجبني. فبفكر ان انا انقلها من الدرس ده او اوديها درس تاني او كده، لان هي قعدت من الحضانه يعني كده مش بوديها حضانه. هنا كنت الصراحه بعلمها ان هي تقرا. فبكتب لها كده الحروف، مثلا كتبت لها كتبه ورحت كاتبه لها عليها الحروف بتاعه الفتح من فوق، بحيث ان انا اقول لها يعني الفتح بتفتحي بقك وترفعي، اللي هو يعني بعلمها تقرا ازاي علشان تعرف النطق الكويس والنطق الصح تعرف تنطقه ازاي. فبقيت اكتب لها كده كام كلمه علشان تعرف تقراهم. وهي يعني شايفاها من يومين كده ان انا قعدت يعني ان انا اقعد معاها وكده، حسيت ان هي بقت تستجاب كده شويه. بس فربنا يهديها كده يا رب ويسترها كده عليها وعلى ولادكم كده جميعا. قولوا لي بقى انتوا كمان بتعانوا كده من المذاكره مع الاطفال؟ يعني بنتي لسه كي جي 2، فقولوا لي انتوا بتذاكروا معاهم ازاي وبتعملوا معاهم ايه علشان يستجابوا كده معاكم بسرعه. وايه الوقت كده كمان اللي الطفل بيستجاب فيه اسرع، الصبح ولا اخر النهار ولا بالليل قبل ما ينام ولا ايه بالظبط؟ يعني انا الصراحه لما بذاكر لها كده بعد الغداء او ما بين المغرب والعشاء، الصراحه بحس ان هي بتستوعب شويه، مش عارفه. والصبح برضو اول ما بتقوم من النوم كده بعد ما تفطر مثلا ونقعد شويه بحس برضو انها بتستجاب شويه. انما بقى بالليل بحس لا، اللي هو بتبقى نايمه على نفسها او عايزه تلعب مع اختها وكده. فانتوا قولوا لي كده الميعاد الصح اللي انا المفروض ابتدي بيه، لانه ده اول حاجه عندي ان انا اذاكر لها وكده، برضو الموضوع صعب عليا شويه. فيعني بنعلم بعض بقى، برضو بفتح فيديوهات على اليوتيوب بتعلمني اكتر. فربنا يصلح لها كده الحال يا رب ويهديها لي واشوفها كده احسن واحده في الدنيا يا رب، اللهم امين. كده الفيديو بتاعي يكون خلص معاكم، اتمنى كده اكون خفيفه على قلبكم، وما تنسوش الصلاه على النبي. اسيبكم في حفظ الله.